بسم الله. وهذا السمك على الفحم المزقوف صار جاهز. ويا سلام، اكيد وياها التمن الاحمر الزين والطرشي والزلاطه، الخبز العراقي وهيجي من النص وتنطلق. ويا ويلي، تفضلوا يابا، شوفوا لي اللمعه. السلام عليكم حبايب، اليوم راح نسوي لكم اطيب مسقوف عراقي ممكن تسووه بحياتكم، ويا فد صوص رهيب يعني صدق على العالم. اعوفكم ويا طريقه التحضير. حبايبي يا سنة، اول شيء عندنا هاي السمكه الكارب مثل ما تشوفون مقصوصه بالشكل الطبيعي ومغسوله غسله معدله. هسه راح اضيف عليها اول شيء الملح، طبعا الملح حسب الرغبه. هسه راح اسدها وعدل قبل وين على الشوي. هسه حبايبي هاي السمكه مالتنا وراح نقعدها على الوجه بهذا الشكل. هسه راح اخليها على الوجه من 15 الى 20 دقيقه، واهم شيء يكون الارتفاع بين السمكه والفحم شبر الى شبر ونص اقل شيء حتى تستوي براحتها. وبين ما يستوي عندنا الوجه راح نجيب كاسه، راح اضيف فيها ليمونه، عصره ليمونه كامله، وعندي هنا شويه كاتشب. راح اضيف ملح، الملح حسب الرغبه، وراح اضيف ملعقه صغيره ليمندوزي، وهم الليمندوزي حسب الرغبه، شلون تريدون حموضتها بكيفكم بعد، ونخلطها خلطه زينه. وهيك اريد قوامها يكون شويه بيثخن يابا. هاي هنا بعد مرور ربع ساعه مثل ما تشوفون بس صارت عندنا الوجه شويه تكسب، راح نقلبها وين على الظهر. هسه راح نضيف عليها الصوص اللي سويناه. بسم الله. نتاكد كل السمكه اخذت من هذا الصوص، ونسوي بها فتحات بهذا الشكل ونوزع عليها الصوص. هاي الفتحات شنو؟ حتى الصوص يفوت بكل مكان بالسمكه. ونخليها هسه بس على الظهر، نتركها حسبة من 20 الى 30 دقيقه على نار هاديه. اهم شيء مثل ما قلنا النار تكون عاليه، يعني بينه وبين النار هيك فد شبر وشويه حتى تستوي ستوه معدله. هاي هنا بعد ما تركناها نص ساعه على الظهر، تشوفون شلون صارت. هسه راح وين نقلبها على الوجه، بس شنو تتحمر بالصلصه اللي عليها. بسم الله. هيك لازم يكون الظهر، اهم شيء لا تحرقوه زايد، ترى اللحم من جوا كله ينشف. هسه نحطها على الوجه بس يتحمر، هيك تتكسب الصلصه وتكون جاهزه. وهذا المسقوف مالتنا صار جاهز. يعني شو احكي لكم، الريحه والمنظر رهيبه. ويا سلام، اكيد وياها التمن الاحمر الزين والطرشي والزلاطه. وهسه نقول بسم الله. هاي نجيب الخبز العراقي وهيجي ومن النص وتنطلق. ويا ويلي، تفضلوا يابا. بسم الله. الله، يعني هذا الطعم وين رجعني لايام العراق، صار لي قد ما ماكلها. طبعا اكو واحد كنا من نقعد ناكل يا سمك، شو يسوي؟ اول ما يبلش يجي من هنا ويفتح السلسول ويخربها للسمكه، ما ادري ليش. تفضلوا يابا، شوفوا لي هنا الدهن هذا بس ينشف السمكه تخرب، يعني البطن ما يحتاج نحكي بيها، ذايبه. هاي ويا التمن الاحمر وهيجي ونقول بسم الله. تلحقها بالزلاطه على العالم. شوفوا لي اللمعه، حاره مثل اللزم. مثل ما تشوفون اخذت من عندنا شوي ساعه، ربع ساعه الوجه بس يتحمص، بعدها نحطه على الظهر ومسافه بعيده تكون حتى يستوي ما يحترق ويظل جوسي ما ينشف، بس ينشف يصير ما طيبه. ورا نص ساعه تقلبوه على الوجه بس تتحمص الصلصه وتنطلقون، والطعم فشي صدق على العالم. يعني جربوها وادعوا لي. هاي اطيب مسقوف سمك ممكن تاكلوه بحياتكم. ولهنا وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد. تحياتي لكم.